زي القرف، ما جابتش معايا. هسألك سؤال ذمة ودين تردي عليا شوية ضمير يا عالم. بتعملي ايه بأمانة ربنا؟ بأمانة ربنا بتستخدمي المنتجات ازاي؟ مش هزعق. ما وعدتش بس هحاول. بنام بيهم. ايه؟ مش طبيعيين دول؟ طبيعيين بتنامي بيهم؟ يعني بتعملي حمام زيت على شعرك وتنامي بيه؟ زيادة تأكيد؟ ايوه. طب ماشي. لازم اقضي عليها زي ما قضيت على منتجاتي. انا كم مرة قلت بنسد المسام؟ كم مرة؟ ها؟ افهمك. ايوه انا عايزه افهم مبرر. ابغى مبرر واحد للعمله بتاعه سد المسام لفروه راسنا. عايز يتنفس. هقول لك. اتفضلي. انت قلتي من ساعتين ل4 ساعات. من ساعتين ل4 ساعات، مش اكتر. ما انا قلت زياده التاكيد. انا ما قلتش زياده تاكيد، انا في الدايركشنز كاتبه من ساعتين ل4 ساعات. جبتي منين زياده التاكيد؟ انا كتبتها. هقول لك حاجه كمان. بصراحه كسلت اجيب الستانات كمان. كسلتي تجيبي الستان وبعدين المنتجات مش جايبه نتيجه، اصل الهيشان، اصل مش اقول لك حاجه كمان. بغسل شعري ب2 شامبو، العادي والازرق. ليه؟ طب مبرر. اولا عشان تبقي فاهمه، يعني دي فلوس في الارض، ده مبدئيا فلوس في الارض والله. لا يا حبيبتي خساره ليكي. مش في خساره ليكي ليه يا حبيبتي؟ ما الشامبو لوحده الطبيعي بينضف فروه الراس. زيوت بقى وكده وكل سنه. ما هو بينضفها يا ولاد. بتنضفها ولا مش بتنضفها؟ طب امال انا عايزه بس مبرر. انت عارفه ان فروه راسك وانت نايمه بتفرز زيوت طبيعيه من عند الله يا بني ادمه. تيجي بقى الزيوت عشان تطلع من البصيله تلاقي زيوت تانية مستنياها سداها. تصحي الصبح الشعريه نازله بالبصيله بتاعتها. لو زيوتك اوكي ما عنديش مشكله. لو اشحت ما احبش اعذبك ازاي اكتر من كده؟ سؤال الفيشه فين؟ حطيت الفيشه فين؟ الفيشه اتحطت خلاص واللي حصل. سؤالي دلوقتي ايوه. هتتقي الله ولا لا؟ هتمشي على روتين مظبوط ولا لا؟ اجرب منتجاتك كلها الاول كده. دلوقتي انت اللي هتعمليه كالاتي: هتحطي الزيوت بعدد الساعات اللي انا كاتباها في الدايركشنز في كل منتج في طريقته. في بقول لك صح، الخلطه السحريه انت قلتي مره في الاسبوع. انا كنت بستخدمها 3 ايام. ليه 3 ايام؟ ليه كده؟ ليه شعرك نشف؟ لا ملوش حق شعرك ينشف. هرياز زيوت وغسيل. ليه يا حبيبتي؟ اي حاجه بتتقلب ضدها، زياده عن حدها بتتقلب ضدها. اي حاجه ايه؟ طب اقول لك على حاجه حلوه. اتفضلي. انت قلتي على الفروه بس خلطه سحريه على الفروه بس. بتحطي خلطه سحريه على فروه الراس فقط ليس الا. اسمع، اتفاجئ واسمع. ها طب بالراحه. بالراحه انت موتراني. لا اهو انا بعيد. طب ما هي الفروه وبعد ما احطها على الفروه، طب وشعري احط عليه ايه؟ حطي عليه اي حاجه ترطيبيه وبعدين تحطي عليه النخاع. ما انا ملزقه النخاع في الخلطه السحريه وفي جلو اند جو. حطيت الخلطه السحريه ولفيت الكحكه. لفيتي الكحكه في شعرك كله وغطيتيها ونمتي. غطيتيها. حاولت الاقي مكنه حلاقه احلق لك بيها زلبطه ما لقيتش. كلمي اهلها يستلموها، دي استلام اهالي. دي مش هتروح على رجليها عادي في بيتها. مش عايزه اسمع حاجه تانية. مش هتنطقي. مش عايزه اسمع اكتر من اللي سمعته. يعني خلطه سحريه تحط زياده عن وقتها، لا وكمان بنغطيها ايه ده وعلى شعرنا كله وبننام بيها وبنعملها 3 مرات في الاسبوع. بتحبيني؟ انا مش عايزاكي تحبيني، انا عايزاكي تحبي نفسك. حبي نفسك ووفري على نفسك. هي الخلطه دي انت دافعه فلوسها ولا لاقي فلوسها في الارض؟ دافعه فلوس. طب ليه يا حبيبتي استهلاكي الاوفر؟ ليه؟ ما انا بعمل خصومات قمر عشان تشتري منتجات تانية، مش عشان تستهلكي نفس المنتج كتير. وشحن فري. خلاص حبيبتي بقى. خلاص والله. لا ما كانتش بهدله بهدلتها لك دي. لا خلاص. اتفضلي. هناخد المنتجين دول ونعمل ايه؟ الخردل بيعمل ايه؟ بيفرد
الشعر. وايه كمان؟ بيفرد كثرات الشعر. ايوه. بيطري الشعر. ايوه. ويساعد على تطويل الشعر. بالظبط. برافو. السلكي بتعمل ده بقى ايه؟ اقول لك، ده انا بموت فيه. ايوه. بيقضي على الهيشان. ايوه. والتقصف، وبيطري الشعر، وبيقضي على التشابك، وبصي بيعمل وبيطول الشعر، وبيعالج القشره، وبيعمل كل حاجه. والله مخسره. انت عارفه بس كيلو التفاح بكام؟ لا مش عارفه. طيب خدي كل